السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو هذا غادي ندويو على الجروب اللي تحطينا فيه المجموعة ديال المنتخب الوطني المغربي، اللي هو المجموعة اف، فيها المغرب، الكونغو، زامبيا وطنزانيا. فراه على الورق كتبان اسهل مجموعة هي ديالنا، هي اللي اسهل مجموعة مقارنة بالمجموعة الاخرين. فهي على الورق فراه سهلة، ولكن فاحنا كنعرفوا بان المباريات كيتحسموا في شي حاجه اللي صغيره، في لي ديتاي ديال لي ديتاي. ولكن راه حنا خاصنا ما عمرنا نحقروا شي منتخب ونحطوا الخطا ديال اننا نحقروا ونستنقصوا من داك المنتخب. فراه هذا الشيء هو اللي دائما نطيحوا فيه مع قدوم وليد الركراكي، عارفين الفكر ديالو كما كيبين انه دائما انه كيحترم اي منتخب. فالاخوان خاصنا ما نحقروا حتى شي منتخب، وباذن الله الا تاهلنا على راس المجموعه وان شاء الله علاش لا، فغنطيحوا داك اللي يجي تاني في الجروب اللي فيه تونس. يقدر تكون تونس، يقدر تكون مالي، يقدر تكون جنوب افريقيا. هادشي على الورق ماشي سميتوها على الورق، فيقدر نتحطوا يا مع مالي يا جنوب افريقيا. علاش تونس يقدر فراه على الورق كتبان انها هي اللي تصدر المجموعه، وشكون اللي يجي الثاني يا جنوب افريقيا يا مالي. يقدر نتحطوا مع مالي ولا جنوب افريقيا الدور التالي باذن الله. هادشي الا تاهلنا على راس المجموعه، وان شاء الله داكشي اللي غيكون باذن الله، لان مجموعه فريره بسيطه وخاصنا نفكروا في كل منتخب كيفاش غادي نلعبوا. ومن هنا كنقول لكم السلام عليكم.